الفيلم بيبدأ بساعي بريد داخل غابة مقطوع ورايح يسلم طرد البيت غريب هناك، وبيخبط على الباب لكن مفيش حد بيرد عليه، وجواه كانت في ست بتغسل هدوم مليانة دم. وقبل ما بيمشي سمع صوت جاي من البدروم، فقرر يفتح الشباك الخشب اللي قدامه ويحاول يساعد اللي بيناد، بس اللي تحت سحبه من رجليه وقتله في لحظة. وبعد 30 سنة مجموعة شباب راحوا نفس الغابة دي عشان يخيموا في مكان اسمه ادرينالين، ومعمول مخصوص للناس اللي مدمنين سوشيال ميديا. واول ما وصلوا خدوا منهم الموبايلات، وبدأ قائد المعسكر يشرح لهم النظام، وقال كل واحد يسحب رقم، واللي ارقامهم شبه بعض يبقوا في فريق واحد، وكل فريق ليه مهمة. وبنيجي في نص الليل الكل بيجهز وبيضحك الا بنت اسمها زوش، وهي كانت دايما لوحدها ومكتئبة بعد ما فقدت اهلها في حادثة. بس فجأة بنيجي للست اللي شفناها في اول الفيلم، وهي بتكون كبرت في السن ولكن بتتحرك عادي، وكانت بتحاول تنزل خروف للبدروم لكن ساعتها وقع. وهنا بيطلع الوحش اللي كان محبوس تحته ويقتلها. وتاني يوم جه واحد من الكنيسة للمخيم وبدأ يديهم محاضرة طويلة عن الإدمان وضرورة البعد عن التكنولوجيا، وبعدها مشي. وبعد كده المجموعات اتقسمت وظهرت بنت اسمها إيزا وقالت لهم إنها تبقى المرشدة بتاعتهم في الأسبوعين الجايين، والكل بدأ يتحرك ناحية أول مهمة، واللي بصراحة محدش فيهم هي إيه أصلا. وفي الطريق يولك بيحاول يتقرب من زوجة صاحبه وشغله كان معجب بيها من زمان، وبعدها راح لوحده يفك حسرته. وساعتها شاف غزالة مقتولة بطريقة بشعة والدم في كل حتة، وإيزا قالت إن دي مش شغل صياد لأن الصياد ما بيسيبش فريسته كده. وفجأة زوجة يوليك شافت من بعيد إيد غريبة ماسكة في شجرة، بس حاولوا يتجاهلوا اللي شافوه، وبعد مشي طويل قرروا يوقفوا ويخيموا. وساعتها فينولا بدأت تعجب بدانيال، أما باتريك فما كانش لاقي أي حد لأن المجموعة كان فيها بنتين بس. وبالليل خرج دانيال من الخيمة وقعد على البحيرة شوية، وجات له فينولا وقعدوا يتكلموا، وبعدها قضوا ساعتين حلوين. ورجعت تاني هي للخيمة وهو قعد لوحده يمسك الموبايل اللي كان مخبيه من الأمن. بس فجأة الوحش ظهر وراه مسكه وفضل يخبطه في الشجرة لحد ما كسر له راسه. وتاني يوم لما المجموعة صحيت ما لقوش دانيال، وفنولا قالت إنها شافته آخر مرة بالليل عند البحيرة. وبعد ما قعدوا يتكلموا شوية قرروا يدوروا على دانيال اللي اختفى، وسيبوا باتريك وفنولا قاعدين جنب الخيم. وفضلوا يمشي في الغابة لحد ما لقوا بيت غريب جدا وخبطوا عليه ولكن محدش كان بيرد عليهم، فقرروا يدخلوا البيت. وجوه لقوا صور قديمة لتوأم غريب، ولما فتحوا باب البدروم شموا ريحة بشعة، وساعتها نزلوا تحت واتفاجئوا بجثة دانيال قدامهم. وفجأة الوحش وصل البيت والكل ساعتها استخبى في البدروم وقفلوا عليهم، بس الوحش بدأ يقرب ويفتح الباب. ساعتها زوشا شافت شباك خشب كسرته وخرجت مع يولي، بس الوحش لحقهم ونزل وراهم. وزوشا سمعت تليفون دانيال بيرن وحاولت تاخده عشان تكلم الشرطة، لكن الوحش قتلها ورمى راسها قدامهم، والباقيين هربوا بسرعة وهم مرعوبين. وفي الوقت ده كان باتريك وفينولا قاعدين بيتكلموا عن حاجات ملهاش لازمة، وفجأة الوحش بيدخل عليهم وقتل فينولا. وباتريك ساعتها بيطلع يجري في الغابة وبيحاول يهرب، اما يوليك وزوجته فضلوا ماشيين لحد ما تاهوا. وبعد ساعات لقوا بيت تاني والراجل العجوز اللي فيه فتح لهم ودخلهم. وفي نفس الوقت باتريك لقى كنيسة ودخلها ولقى الراجل اللي كان معاهم في المخيم وحكى له عن اللي حصل كله. فالراجل قال له ما تقلقش هنتصرف. ساعتها باتريك قال له عايزين تليفون نكلم الشرطة، والراجل قال له التليفون بايظ وما فيهوش حرارة. لكن بعدها بثواني التليفون رن وباتريك مسكه ولسه هيكلم، والراجل راح خبطه على دماغه. ولما فاق لقى نفسه متربط في الكرسي. والراجل خرج من الكنيسة بعد ما سمع صوت غريب بره. والراجل العجوز لما خرج من الكنيسة عشان يشوف الصوت دي فين لقى قدامه ماكينة فرم خشب شغال. وفجأة واحدة الوحش بيظهر له مسكه ورماه في الماكينة وفرم جسمه كله. وفي الوقت ده باتريك كان جوه الكنيسة وقدر يفك الحبل بسرعة، وشاف الوحش داخل عليه من الشباك فجري بسرعة استخبى جوه الدولاب. والوحش دخل وبدأ يدور عليه وفتح الدولاب بس محدش عارف هو لقاه ولا لا. وبنرجع بقى ليوليك وزوك وكانوا بيحكوا للعجوز عن اللي حصل معاهم، والعجوز قال لهم ان خسر رجليه بسبب الاتنين الوحوش دول، وقال انهم توأم وتحولوا لوحوش من زمان جدا. وزوجة بتسأله يعني ايه من زمان، فبدأ يحكي لهم القصة. قال لهم ان امهم كانت ست محترمة وبتحب ولادها جدا، لكن في يوم نزل جسم غريب من السماء في الغابة دي والولاد راحوا يشوفوه ولقوا حجر غريب جدا وخدوه معاهم البيت. وبالليل الحجر بدأ يطلع دخان غريب دخل في اجسامهم. وتاني يوم لما الام دخلت عليهم شافتهم في البدروم بياكلوا الكلب بتاعهم، شكلهم كان مرعب جدا، وحبستهم في البدروم 30 سنة كاملة. وطول السنين دي كانت بتاكلهم بنفسها ومش عايزة حد يعرف عنهم اي حاجة لانهم في الاخر ولادها. والراجل العجوز قال ليوليك وزوجته لو عايزين تعيشوا لازم تفضلوا هنا وانا هحميكم، لكن الزوجة رفضت تماما واخدت يوليك وقررت تهرب من الغابة بأي طريقة. وراحوا يدوروا على موبايل دانيال ويمكن يكون هو الامل الوحيد للخروج من الكابوس ده. وساعتها دانيال كان بيتقطع ويوليك قال لزوشا انا هخلي الوحش يطلع وانت تجيب التليفون. ويوليك عمل صوت جامد لحد ما الوحش خرج من البدروم، وزوشا دخلت عشان تاخد تليفون باتريك. والوحش اكتشف الخطة ورجع لها تاني وما كانش هيسيبها طار، كان هيقتلها خلاص. بس يوليك دخل من غير تفكير وطعنه بالسكينة بظهره، والوحش رمى زوشا على الارض وفقدت الوعي.
والوحش مسك يولك وطعنه في بطنه وعض لسانه وقطعه. وبعدها زوجة فاقت من الصدمة ولقت يولك نايم جنبها كأنه ميت، والتليفون كان مخلص شحن، يعني آخر أمل للهروب راح. ويولك بعدها مات، وزوجة بكت عليه جامد ومسكت السكينة اللي في بطنه وفكت القفل وحررت نفسها، بس بدل ما تهرب قررت تنتقم. أخذت السكينة الكبيرة وطلعت تدور على الوحش اللي فوق، لقت واحد نايم لكن ما رحمتش، طعنته في بطنه أكتر من 10 مرات لحد ما مات. وبعدها طلعت تجري قبل ما الوحش التاني يلحقها. وفي الوقت ده حد كان بيخبط على باب الراجل العجوز، والعجوز ساعتها خاف، مسك البندقية وضرب نار على طول من غير ما يشوف مين. ولما فتح الباب اتصدم لقى باتري، بس خلاص مات من الطلقة اللي خدها. وده اللي كان هرب من الكنيسة. ونرجع لزوش، لقيت عربية شرطة واقفة على الطريق وركبت فيها بسرعة، والضابط قرر ياخدها على القسم. واثناء ما هو ماشي بالعربية خبط حاجة فجأة، ونزل يشوف اللي خبط واتفاجئ انه خبط الوحش التاني، بس الوحش قام عليه ومسك الضابط بالبلطة وقسمه نصين. وزوجة كانت لسه محبوسة في العربية وحاولت تشغلها مرة واتنين لحد ما اشتغلت، والوحش كان فوق العربية بالبلطة وهي مشيت بالعافية، والوحش وقع من العربية على الأرض واخيرا قدرت تهرب. بس استنى، الفيلم لسه مخلصش. بالليل كان في اتنين ماشيين على طريق الغابة وفجأة لقوا الوحش مرمي قدامه، وفي نفس الوقت الوحش التاني اللي زوشة كانت قتلاه صحي من تاني ولقى عربية الشرطة مستنياه بره. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلم الجزء الأول. ما تنساش تعمل لايك وشير وفولو وفعل الجرس عشان يوصلك أول ما انزل فيلم جديد. أشوفكم في الفيلم الجاي، سلام.